عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. طيب سمعت ماتش صن داونز والاهلي؟ طبعا. طيب ايه طبعا هزيمه الاهلي الفاضحه بنتيجه 5-2، السبب الرئيسي في هزيمه النادي الاهلي؟ بص، هو السبب سوء التشكيل طبعا في الاول، وعدم الثقه. عدم الثقه في الماتش، لان شخصيه الاهلي عامه بتبقى في الماتش بتبقى مكافحه، حتى انت لو خسران شخصيه الاهلي بتظهر في اخر الماتش. تمام. فاهمني؟ فانا دخل مثلا فيها جون واتعادلت، ابتدي ارجع للماتش، ما ابتديش اتكاسل عن الماتش، او ان انا خايف، او ان انا اجيب مثلا حجه مثلا الجو حر، حجه صحيح. الجماهير، ما اخافش من الجماهير، لا. صحيح. عادي، حتى لو هطلع بواحد واحد احسن ليا من الاهانه اللي حصلت لي. صحيح. تمام. عدينا الشوط الاولاني ودخلنا على الشوط الثاني، دخل فيها جون واثنين، ارجع بقى. صحيح. دخلت جبت الجون الثاني، بقت 3-2، هكافح بقى عشان اتعادل، وبعد المعادله ادور على المكسب. تمام. حتى لو ما جاش المكسب الاسم طلعت ايه؟ انك انت طلعت متعادل في الاخر. بس ان انا اخش فيها كاهلي 5-2 من فريق ايا كان هو مين، في افريقيا، بس انت الكعب العالي، او انت الفريق رقم واحد في افريقيا، بس ما يخشش فيك عدد من الجوان زي ده من فريق اهلي. كانت ضعيفه جدا، وسوء تشكيل، واللعيبه ما بتلعبش، وطبعا في عيب على الدفاع، اكبر حاجه الدفاع. بس ايه، طبعا الدفاع بيبدا من الهجوم، فالهجوم اصلا كان تعبان، واللي بيطلع الكوره ما بيعرفش يطلع الكوره، اذا كان ديانج ولا كان طبعا قفشه جه غير الماتش، وعندك الهجوم كان بيرسي هو اللي بيلعب بس في الهجوم. تحمل مين الهزيمه؟ الهزيمه انا حاملها للدفاع ومحمد الشناوي بصراحه. تمام. ما تقدرش انك انت تحملها مثلا لمجلس اداره النادي الاهلي محمود الخطيب؟ محمود الخطيب بقى ربنا يشفيه، هو في المستشفى، هو فاهمني، هو راجل تعبان، فمش بايده يعمل حاجه. تمام. فاهمني؟ فهو يعني هو لو بص، الخطيب بيكافئ، انا من وجهه نظري الخطيب بيعمل كل حاجه للاهلي. فاهمني؟ بس دلوقتي فتره تعب، فمش هنعاتبه على حاجه يعني، او مش هنساله على حاجه هو مش له يد فيها. فاهمني؟ وجهه نظرك على عيني وعلى راسي طبعا. تابعت ماتش الزمالك وانبي؟ اتفرجت عليه. طيب بالنسبه للزمالك بقى، كلمه واحده بس، مشواره الافريقي الفتره القادمه، هل الزمالك ممكن يكمل في البطوله ولا يخرج؟ بص، الزمالك لما كسب الماتش بتاع الترجي اتغر قوي، ان هو مثلا كسب 3-1 وبتاع. كمل مسيرتك اذا كانت في الدوري، عشان تبقى بص، يا اما ان انت ضامن تلعب دوري ابطال السنه الجايه، يا اما مثلا تكمل في دوري ابطال السنه. افرض ما كملتش او طلعت، كمل في الدوري، ما طلعش مثلا سابع ثامن او خامس، ما لعبش دوري ابطال. لا، انت الزمالك برضه حتى مش ينفع، انت اصل انت اهلي وزمالك. الاهلي نفس الكلام، لو كسب ماتش مثلا يرجع يتخاذل الماتش اللي بعده. الزمالك اتخاذل. طب انبي بصراحه عملت ماتش كويس، بس بتلعب على المرتد. الزمالك عمل كل حاجه، بس طبعا كور ضايعه، لعيبه متخاذله، لعيبه مش رجاله وفي مش في روح يعني، هم كل واحد بيجيب الغلط على الثاني، لا، هو الغلط بيبقى على المجموعه كامله. حضرتك قلتها من الاول، لعيبه متخاذله. بس التخاذل في الماتش طبعا هيؤدي للخساره، حتى لو انت كسبان. احنا هنخش الدوري الانجليزي مثلا، او نتكلم في دوري ابطال ريال مدريد وليفربول كسبانه 2-0 على ارضها في الانفيلد. ما تتخاذلش عشان ده ريال مدريد، فاهمني؟ او ما تستهونش بالفريق اللي قدامك، اذا كان ضعيف ممكن يقلب الماتش، يتقلب عليه. حضرتك شرفتوني ونورتني، وشكرا جدا لوجهه نظرك. حبيبي، الله يخليك.